مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين. تذكر جيرانيم بدي سلامي مسد دمع الجرام مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم هبت الريح من تلقاء كاذبة وأغمض البرق في الظلماء من إضمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إنما لعينك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت تفي غيهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يحسب صب أن الحب منكتمون ما بين منسجمي منه ومضطرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم تريد دمعا على طلال ولا ألقت لذكر الباني والعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وسقمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على
حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خضي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سأمسر طيف من أهوى فأركني والحب يعترض اللذات بالألب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدد حالي لا سري بمستترين أني الوشاة ولا دئي بمنحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محدني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عليل الذال في صببي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني تهمت نصيح الشيب في عدلي والشيب عبعد في نسعين أنيت همي مولاي صل وسلم دائما أبدا على
أمرتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا عادتني للفعل الجميل كرا ضيف ألم براس غير محتشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برات جماح من هوايتها كما يراد جماح الخيل باللجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والناس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاء وإن تفضيمه ينفضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
يمين فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى دسائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمح يتنادم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النوس فانتهي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الدر من ورامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشاد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارات كشحا مترف الآدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Maulaya Sholih. Lha apa mandeg iku? Mulai kapan ana mandeg ganti Maulaya Sholih iku? وراودت Ya Rabbi bil يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام Ya Rabbi بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نستهدي الجلسة نوينا مثل ما نوى سلفنا أجدادنا آباؤنا مشايخنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وقصدنا في قصدهم ومعنا وبرجالنا وقصد قصدنا مثل ما نوى شيوخنا ورجالنا أجمعين. ونستحضر رب الظاهرة الزكية ونذهب إلى حضرة سيدنا شفينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل كل أصحاب الغرب التابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى جميع أجدادنا آبائنا سلسلة العلويين أجمعين. وصلى أجل الله محمد بإيزاه وقيل ودى محمد بن علي بعلو جميع جاداتنا آل بعلو صغير كبير وصلى رجال الإمام بحر الجود شيخ أبو بكر بن سالم ووصولهم وفروعهم وآله أجمعين. وصلى أهل جنبل أهل بشار أجمعين. وصلى الإمام حبيب عبد الله بن محمد الحداد حبيب عبد الله الإدريس والدينا والديكم واتنا واتكم وات المسلمين أجمعين. ومن عمر هذا المجلس ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا عبد الله فيه على هذه النية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Buka halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل
عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبشير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك زيارة في الدين زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بقدرة بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدري واشرح صدري ويسر أمري وارزقني من حيث لا أحتسب ولا أدري بفضلك وكرمك وإحسانك يا من هو كاف يا عين صاد حاميم عين سين قاف وأسألك بجلال العزة وجلال الهيبة وعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تصلي وتسلم على سيدنا محمد واجعل لي disebut hajatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. ورضاك والجنة آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب
مكتوب مرفوع على اللوح والقلم شمس الضحى شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نوينا أن نقرأ المولد الهبشي مثل ما الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي على هذه النعمة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين. شفت الدرار يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين biasa السلام عليك
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المقدم في الإمامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام على المشفع في القيامة صلى الله
الله ونعم الولي ونعم صفت لي حمي خلي وأسقيت من صفيها وأقبل وثنى يملي علي الذي يوليها ومن ذا شربها مثلي أنا قبل لا يصفيها أنا قبل القبل وبديت على أهلها الله 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 ونعم الولي أنا أعطيت كل الفضل تكرم علي وليها أنا المجتبى بين أهلي وشفعت في عصيها أنا عزل أنا ذي ولي أنا شيخها قاضيها أنا شيخ أهل الوصل تكرم علي بريها الله 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 ونعم الولي وليها أنا هتف أهل العدل ونار الجحيم أطفيها وسيفي ودرعي مجلي أعاقب على تاليها فمن كان ينكر فعلي يجرب وانا حاميها أنا بازوها والشهبي وانا للمثل أقريها الله 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 ونعم الولي وليها وعين الحقيقة عيني وأشرب من كاسيها وفخر الوجود فخري أبو بدر لي يحميها وقد طاب فيها أسري وانا للفروع عوديها ورقت عمي
قربي وإني لها ساقيها وأفلت شموس الكل وها شمسنا ضاحيها أنا عرشها والكرسي وأنا للسماء بانيها الله 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 ونعم الولي وليها شوف أهل الكتاب الفضل وجبريل لراويها فهذه رسالة بنص القرآن أتليها وأشكر لنعمة ربي ولكني لا أحصيها وما ذيت منها وهبي على من تبعني فيها فذيت منها وهبي على من تبعني فيها وأختم بخير الرسل نبي الهدى هاديها الله 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 ونعم الولي وليها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. ما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود
فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum Mahallul Qiyam biasanya diisi pengajian. Alhamdulillah sekarang ketemuan Habib, Habaib, orang-orang mulia. Di samping kanan saya ini Al Habib Bagir Al Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim As-Segaf. Karena Al Hamid neka pecana Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim neka atur anak As-Segaf. Dadi yang ditelok Habibnya. Al Hamid Syekh Abu Bakar bin Salim As-Segaf. Beliau ini juga baru datang dari umroh. Habib Bagir ini dai luar pulau, jarang kontes atau konser di Pasuruan, jarang. Menggula kan lah berdeman-deman muana kali, sampai ibu-ibu bosan saya ngaji ya. Di samping kiri kita Al Habib Ahmad Anis Ibn Al Habib Abdurrahman Bahlega As-Segaf. Sampingnya lagi Habib Ali bin Idrus Al-Habsyi. Insyaallah saya ngaji prai udah Habib telok nih kah karena mbak tong situ nggih. Ibu pertama sedilut aku bisa ngaji bosan wong iki gitu. Inti tuh utang wingi maulid dak teko ini. Ini fotonya beliau ini maulid kemarin ada, cuman kabur beliau umrohnya pamitnya umroh bulan maulid, tapi berangkatnya setelahnya acara maulid aslinya. Nggak nakal ini. Habib Ahmad ini tidak datang juga maulid kemarin. Habib Ali datang, Habib Bagir. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Habib Bagir ini. Habib Bagir ini alumni Rubat Tarim. Dulu saya ketemu sama beliau pertama di Tarim di Hadramaut. Dari dulu sampai sekarang, masya Allah beliau nih baik. Beliau ini alumni Rubat Tarim, mantunya Habib Umar Al-Muhdor Rogoitan. Dijak kebeter Habib Bagir ini kan bisa bahasa Madura. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari ini Habib Ahmad. Madura lo. Nanti ada bahasa Madura enggak disyuting berada itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Saya itu tadi telepon Habib Ahmad. Saya telepon Habib Ahmad. Saya tanya, "Beb, posisi di mana?" Hah? Oke. Kelopain. Kalau neka telepon Habib Ahmad ki buru, tak ada pak setengah jam. Telepon Habib Ahmad, "Beb, posisi di mana, Beb?" Ana di jalan. Ya kan, ana di jalan. Mau ke suatu tempat, ente mau ikut apa enggak? Oh, mau nyaman norok Beb. Tak ngocak, entar ke kantor enggak tak ngocak. Oh ya her, anak jemput, ya dijemput pondok Pak, pondok Rogoitan, ngereng, tahu, nah, dijemput ke pondok, ikut ya. Alhamdulillah dijemput pakai Alphardnya Habib Ali. Singkat cerita, deket sini kok anak dengar suara qasidahan begini. Beb, ini anak sudah mulai tak nyaman hati nih, mak beda suara qasidah. Beb, beda pengajian Beb. Oke, pengajian sekejap kan. Akhirnya ada pak ke kantor, ketemu Habib Ridho, ketemu sampean situ aja nih. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi fajaatul khair. Oke. Makanya
Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sing aran Rotibul Haddad. Ngereng. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu di dalam Wirdul Latifnya beliau mengajak kita semua, setuju mereka? Ya ajarin bi Habib Abdullah untuk membaca doa Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatis syarr. Mon arti aki ya Allah kaula mentah ke Gusti Allah mendadak tapi sifatnya baik, mendadak keng sifatnya bagus, dan jauhkan kami daripada semendadak keng sifatah juba sifatah tak kebenyaman. Oke Pak, sampean tak sangka tiba-tiba beri pese be orang 500.000, seneng apa tak seneng? Seneng apa tak seneng? Bahagia oke? Bahagia. Kenapa? Mendadak tapi sifatnya baik. Seibu bade ibu-ibu oke? Bu, sampean ada angin, ada apa-apa, ngeding kabar, laki nabi ini boleh, seneng apa tak seneng bu? Hah? Neka mendadak baik apa bagus? Bagus apa coba bu? Endak apa tak endak? Mangka nambah caduan nika bu, untuk macam deki oleh kabar nah, pokoknya minta sama Habib Abdullah diajari bermacara nah kalau setuju neka mentah yang mendadak tapi sifatnya baik. Dengar kabar alhamdulillah anak dapat apa? Dapat nilai baik, anak dapat prestasi di sekolah, anak dapat prestasi di pondok. Mendadak tapi sifatnya baik. Apa boleh? Ya mudah-mudahan dijauhkan semua ya. Apa boleh ngeding kabar oleh ngeding kabar beda tretan beda keluarga tiba-tiba sakit tidak sadar, kabar baik apa buruk? Mendadak tapi buruk. Nah kita minta sama Allah, ya Allah saya minta saya mendadak yang bagus tapi jauhkan saya dari mendadak tapi sifatnya jelek. Itu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya tadi minta mudahan nikah kumpul nikah mendadak yang sifat baik oke. Amin ya rabbal, karena tidak ada yang kebetulan, semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh sampean tedung malam tedung oke. Malam tedung pas ngucap ke Gusti Allah, ya Allah saya syukur ya Allah. Nikah jarang yang melakukan ini. Ya Allah terima kasih ya Allah, hari ini saya tidak mendapatkan kabar yang mengejutkan. Tak oleh kabar saya nakoin, tak oleh kabar saya gabai kaula susah, tak oleh kabar saya gabai kaula neka takok, tak oleh ya Allah. Hari ini saya lalui dengan senang, hari ini saya lalui dengan baik, hari ini saya mendapatkan semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Neka jarang Pak berdasar ngakuin Pak, karena hari yang kita lalui tanpa ada kabar yang menyedihkan, kabar yang menakutkan, kabar yang membuat kita takut, itu adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari semangkin nikah setiap malam montedung harinya bahagia, terima kasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaya apa Beb? Biar nikmatnya kita tambah, parengin sehat bi Allah, parengin nikmat bi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham Mbak? Bu faham Bu? Paham Bu? Alhamdulillah. Nah, takbit-abit ke? Insyaallah apolong boleh. Panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Al Habib Bagir Al Hamid. Bu Ibu sampean semua kalau dikasih pilihan moro-moro mendadak mate tapi husnul khotimah, bagus apa tidak bagus? Mendadak mate husnul khotimah, bagus apa tidak bagus? Gelem tak gelem? Mate aja tadi sih tak mendadak kapi, tahu saya mikir lah. Amin Allahumma. Matir kapi
Semoga pertemuan yang tidak disangka-sangka ini termasuk pertemuan papolongan saya bagus iki. Amin Allahumma. Saya bisa nyambi kula panjenengan sedaja apolong sampai dak surga. Amin Allahumma. Atema ulama nika para hadirin manfaatnya lebih dari ngaji. Sampean ziarah silaturahmi ke habaib, temu tok nyongo dak remah Habib senyum dak remah. Itu lebihan toko ngaji. Karena mujalasah itu kumpul itu manfaatnya nemenan toko ngaji. Ngaji sampean lek ngerti, lek ikhlas. Wong geruang sampean ngate, aduh ngaji sok bojong boleh, wudu boleh. Tapi toju, nah apa boleh toju sampean seneng dalam keadaan seneng, dalam keadaan ngaji terus ngerti layanan boleh. Semoga manfaat. Amin Allahumma. Amin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Al Habib Ahmad Bahalega Assegaf. Waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah Pak Bu, malam hari ini saya berhasil menculik Habib Bakir untuk hadir ke sini. Mendadak, sudfah, fuj'ah khair. Ini kesempatan ya kan, jarang-jarang Habib Bakir main ke sini. Apalagi kata Habib Ridho punya hutang kemarin. Ini nyaur hutang. Saya juga ke sini nyaur hutang. Karena pas diundang sama Habib Ridho, saya nggak sempat hadir berhalangan, kurang sehat waktu itu. Alhamdulillah dapat fuj'ah, dapat sesuatu yang baik, itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Jangan dipikir akhir dadaan yang baik itu pas saya melolo, Pak. Jangan dipikir pese terus, jangan dipikir uang terus. Uang ini sekarang ada nilainya. 30 tahun lagi uang kita dipakai beli nggak bisa. Kan setiap hampir 10 tahun sekali ganti uang. Ditaruh dalam tas, taruh dalam koper, dimakan rayap. Uang 50.000 yang dulu Soeharto Mesem, masih inget ya? Ayo coba sampean pakai uang Soeharto Mesem beli ke pasar, payu Pak? Nggak payu, dak payu, gak ono sing gelem. Dimasukkan ke bank, mungkin banknya belum tentu mau karena sudah masuk barang unik, barang antik. Nah itu jangan diukur kebaikan itu cuma uang. Kebaikan selain uang ini banyak. Sehat, kelonggaran, kesempatan, ilmu, terus wajah-wajahnya orang soleh, apalagi wajah-wajahnya para duriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, warasun Nabi, para pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pewarisnya Rasulullah itu ada dua Pak, pewaris yang sifatnya ideologis, ada pewaris yang sifatnya biologis. Ideologis itu maksudnya pemikirannya, ilmunya, pemahamannya. Ulama-ulama, masyayikh, para kiai, para gawakis, para gus, itu pewaris-pewaris Rasulullah secara ideologis. Lah, ada yang biologis, pewarisnya Rasulullah SAW secara biologis, secara nasab. Kadang-kadang dikerangkep biologis sama ideologis jadi satu. Wes getene Rasulullah, ilmunya Rasulullah. Oh, mahal Pak, mahal sekali itu. Kalau kita dapat kesempatan itu, kita dapat kesempatan keselamatan. Kalau kita jumpa, ketemu atau kumpul bahkan sama pewarisnya Rasulullah yang sifatnya biologis ini,
anak turunnya Rasulullah SAW itu dapat keselamatan. Dikatakan dalam suatu ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di ayat potongan yang pertama tadi, liyu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak akan mengadab, menyiksa, mensia-siakan suatu kaum selagi Rasulullah SAW ada di dalamnya. Maksudnya ya apa? Sholawat. Kaum ini ahli sholawat, kaum ini cinta Rasulullah SAW. Penduduk daerah Ketangi ini senang sholawatan, senang wiritan, senang melakukan sunnahnya Rasulullah SAW. Wayai sholat jamaah, wayai wiritan, burdaan. Ini wa anta fihim, ini makna umumnya seperti itu. Tapi di salah satu makna khususnya, Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan dalam salah satu kutipan kitabnya, wa anta fihim. Jadi hum yang pertama, liyu'adzibahum, hum yang pertama ini awamun nas, umumnya manusia. Hum yang kedua, fihim, itu adalah keturunannya Rasulullah SAW. Rasulullah ada di dalam tubuh-tubuh mereka, ada di dalam darah mereka, ada di dalam hati mereka, ada di dalam pikiran mereka. Jadi sing nyelametno kudu sholawati sampean, Mbak, kudu istighfari sampean, bukan ngamalkan sunnahnya sampean sing masya Allah, sing campur riak, campur ujub, campur sombong, campur pamer itu kudu itu. Tapi di tengah-tengahnya sampean ini hidup ada keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang himmahnya akhirat, semangatnya menyelamatkan umat manusia, mengenal kepada Allah, mengenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu sing ngisi dunya, nek sing ngisi dunya rusak. Jangan diikuti sing model kayak gitu. Seumpama ada habaib, seumpama ini ngajinya dulu pas-pasan atau tidak pernah ngaji, jadi semangatin dunyot to ya pengen barokai, dihormat karena darahnya Rasulullah, tapi jangan diikuti terus golek dunia bisa, terus gila dunia bisa, jangan diikuti. Itu bukan bagian kita ngikuti situ, kita ngikuti yang jalurnya yang pas, akhirat, ilmu, sunnahnya Rasulullah. Tapi kalau yang seperti itu urusan dunia jangan diikuti. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu diceritakan pernah sholat di suatu perjalanan, waktunya sholat mandek di masjid. Sayyidul Muhibbin ini Imam Abu Yazid Al-Bustami sholat di masjid berjamaah, masbuk. Setelah sholat masbuk kan si nambah rakaat, imam sholatnya noleh wiritan, noleh pinggir, ketok di mburi, imam raja nih, Imam Abu Yazid Al-Bustami wong gede nih. Itu tunggu setelah sholat imamnya yang salaman karena tahu imamnya orang wali besar. Setelah salaman ini itu kan takmir masjid ya, seneng rumongso masjidnya diampiri ulama, seneng GR, tanya-tanya, berani nanya-nanya ke Imam Abu Yazid. Ditanya Imam Abu Yazid, ya Imam, aku melihat engkau ini orang soleh, orang wali, tapi aku bingung wahai Imam, kenapa ya kok bisa ya sampean ini ahli ibadah, ahli ilmu, nggak ada kerjaan, tadi nyambut gawe Pak, nggak tahu suhul, nggak tahu kerja, nggak punya toko, nggak punya investasi, tapi rezekinya kok melimpah. Spontan Imam Abu Yazid Al-Bustami berdiri ngomong kepada imam ini, sungguh bagiku tidak sah untuk sholat di belakangnya imam yang pikirannya tidak yakin kepada Sang Maha Pemberi rizki, tidak yakin, bingung, padahal kita bayi procot dalam perut sing ngasih rizki Allah. Lah ini imam tanya, sopo sing ngasih rizki nak nyambut gawe lo? Langsung Imamnya Abu Yazid berdiri ngomong gitu ke imamnya, sholat masbuk, sholatnya diulangi lagi, ada
ngerasa sholatnya takut nggak pas karena imamnya tidak yakin dengan sang maha pemberi rezeki. Nah ini para sahadah, para keturunannya Rasulullah SAW ini, ana wa ahlu baiti rizki wa rizku ahli baiti kafafa, kata Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, rizkiku dan keturunanku ini sifatnya kafafa, pas-pasan mbak. Gak kira suge-suge nemen ya ono siji loro tapi jarang. Dan sing siji loro iku sing suge iku kadang-kadang wis masya Allah bagi-bagi, nulung habaib yang lainnya. Jadi ono habib suge iku biasanya nulung sing meratikno sing gak suge, sing masyhur nulung sing mastur. Itu adatnya para habaib kita. Kakek beliau Al Habib Husin, Habib beliau berdua ini Syekh Bakar semua ini. Habib Syekh Bakar bin Salim itu punya anak 17, yang laki 13. Yang paling tua adalah Al Habib Husin, Habib Husin Umar Muhdar, terus Habib Hamid. Habib Husin ini yang paling tua itu soge. Oh soge ini duduk wes, yang ceritanya masyhur di ceramahnya Habib Jamal Pak Agil itu, borong rokok itu. Itu Habib Husin. Itu kaya raya. Tapi gimana? Semua adik-adiknya beliau yang memberi, yang nyantuni, yang nyukupi semua. Yang lainnya 12 pas-pasan, yang satu sing sugih. Memang itu kodratnya, fitrahnya para duriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga yang baru-baru minal mutaakhirin, Al Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, abahnya Ainu Tarim bin Abdullah bin Syahab. Itu saudaranya 5, yang 3 kaya pengusaha, yang 2 ahli ilmu. Ini yang 2 ahli ilmu, ahli ibadah, ahli mihrab, wali. Yang 3 ahli tijarah, kaya. Tapi apa pernyataannya, kata Habib Alwi ini, semua kebaikan yang saya dapat, semua amal baik, semua ilmu, semua kebaikan yang saya dapat, ini adalah bagian daripada kebaikan saudara kami yang 3, karena ditolong, karena diopeni, karena diperhatikan. Itu tradisi daripada keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sampean-sampean ini untung bisa kumpul, bisa ketemu, apalagi di sini majelisnya dihidupkan terus sama Habib Ridho, disemangati ya terus. Jangan mikir duit toh, duit itu ono masa ya expired. Tapi kalau ilmu, hidayah, taufik, khosoh ini semua insya Allah akan terus langgeng jadi syafaat kita dunia sampai akhirat. Anak turun kita semua mendapatkan, keluarga kita mendapatkan semua, amin ya rabbal alamin. Ini saja dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. فحين قرب أوان وقت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وأمضاه الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود
فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المهمود خضعنا لله بالتعظيم والسجود على محمد صلى الله على الله محمد صلى الله عليه وسلم سلام على رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مرحبا مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا حيث مرحبا أوتينا عطاء مرحبا مرحبا يا مع الفخر المؤبد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا فلربي كل حمد جل أن يحصره العدل إذ حبانا بوجود المصطفى الهدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إلا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سبيلي أي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله توشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله
ببركة الهادي محمد يا وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على حل في خير البقاع حل في خير البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك
حافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كورس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وزره وله وظهره وأم ببركة وشرف جهة أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القومي في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذن بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه لمن سبع آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد الصلاة والسلام عليك يا خادما الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الهادين وتصلي على من أسرفنا جدودنا بأون شهدنا ونستحضر أرواحهم بالطاهرة الزكية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد